اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. جبت كده حاجة حلوة، قلت اخد رأيكم فيها، وقلت ايه اوريها لكم كده وتقولي رأيكم. بصوا بقى الهاند بلندر دوت 5 في 1، ده من ماركة سوكاني. طبعا احنا عارفين ماركة سوكاني لا يعلى عليها، معروفة ومنتشرة جدا، والفترة الأخيرة أثبتت وجودها في حاجات كتير جدا. احنا جبنا منها قبل كده مكنة الوافل والسمبوسة لو تفتكروا، وكنا عملنا عليها ريفيو برضو وعجبتكم، كتبتولي في الكومنتات انها حلوة جدا. فعايزة بقى تقولوا لي رأيكم كده في الكومنتات. ايه رأيكم؟ اللي جربوا يقول لي ده 5 في 1. تمام. في بقى حاجة كده نزلت جديدة، ودي بصراحة ما حبيتش ان انا افوتها، قلت لازم ايه استغل الفرصة ان هي موجودة متوفرة يعني. تمام. ده المضرب بتاع النسكافيه او الكابتشينو. اول مرة لسه ينزل مع الهاند بلندر. الهاند بلندر بينزل معاه الكبة والمضرب وكده، ده احنا متعارف عليه ومتعودين عليه صراحة، جبناه اكتر من مرة. فكون ان هو ينزل معاه مضرب النسكافيه ده حلو جدا. تمام. فقلت بقى ايه فرصة ما هسيبهاش صراحة يعني. انتوا عارفين الواحد لما بيلاقي حاجة كويسة ما بيعرفش يسيبها يعني. تمام. قولوا لي بقى رأيكم. بسم الله كده نفتح الكرتونة ونشوف المحتويات اللي فيها ومكونات كده، ونشوف ايه هنستخدمها ازاي. ده كده اول حاجة، بسم الله الرحمن الرحيم. ده كده الهاند بلندر، طبعا ده الاساس في الكرتونة كلها وفي العلبة كلها. تمام. ده طبعا احنا اتفقنا ان احنا لازم نجيبه اللي هو الجزء المعدن علشان نستخدمه سخن وبارد. لكن لو هو الجزء دوت مش معدن، يعني بلاستيك كده زي دوت، او باغ او ميلامين او ايا كان الخامة اللي هي زي كده، طبعا ده مش هنعرف نستخدمه في السخن. لكن لما يكون استانلس طبعا نستخدمه في حاجات كتير جدا. العدس والصلصة نعمل كاتشب ونعمل بصارة ونعمل بشاميل، كل حاجة استخدامات السخن هنستخدمها فيها مع بعض. وطبعا دي استخداماته كتير جدا. تمام. ادي كده نسمي الله كده ونشوف الموتور. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا دوت سرعتين. تمام. وهنا هوت مكتوب انه سكاني. ده كده بسم الله نتأكد من تكة الأمان، نتأكد منها جدا علشان واحنا مشغلين. أولا لو دخلت غلط ممكن تكسر السنون اللي هي موجودة دي. بصوا أوريها لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا السنون دي سنون رفيعة جدا، دقيقة جدا، لازم نخلي بالنا منها علشان ممكن لا قدر الله لو ركبنا غلط وعملنا عليها بالجامد ممكن دي تتكسر، ولو دي اتكسرت صراحة السلاح كله يبقى باظ يعني. بصوا السنون بسيطة جدا، بس دي تكة الأمان لازم تبقى ايه أساسي ان احنا نتأكد منها. لازم ندخلها كويس جدا. بصوا دي كده اهي ما شاء الله كده، اتأكدت منها انها ايه متركبة كويس. تمام. ده سرعتين زي ما قلنا. نشوف بقى ايه الدرق بتاعه. ده بقى ايه؟ ده اللي قلت لكم عليه اللي هو مضرب النسكافيه دوت، ده اساسي ما شاء الله، حاجة كويسة جدا. يعني بصراحة عجبتني قوي. ده كده الدرق. بصوا ما شاء الله درق حلو جدا. وده كده طبعا معاه شهادة الضمان اهو. بصوا دي كده شهادة الضمان طبعا اساسي. بصوا ادي الضمان طبعا ايه في مكتوب كل التفاصيل. وطبعا الجزء دوت في الاجزاء بتاعته تتركب ازاي، كله بالخطوات وبالارقام وكل حاجة. يعني اي حد مش عارف مثلا القطعة تتركب ازاي ولا حاجة، كل حاجة متوضحة خالص هنا، كله بالتفاصيل ومتوضحة بالارقام وكل حاجة، الطريقة بالارقام، وكل قطعة بالرقم بتاعها. ودي شهادة ضمان طبعا فيها كل التفاصيل برضو.
نيجي بقى ايه نركب الاجزاء دي مع بعض. ده المضرب، وادي مضرب النسكافيه، وادي الهاند بلندر، وادي الاجزاء دي. دي كده بتاعت الايه المضرب. لو احنا هنشتغل بالمضرب هنخلع دي زي ما اتفقنا بقى، ان احنا لو هنشغل المضرب هنخلع دي كده ونركب دي هنا. ده كده الجزء بتاعها. بصوا كده، ده كده تركب المضرب، وده التشغيل بتاعه، ده الشكل النهائي بتاعه. بصوا ما شاء الله كده، واللهم بارك، حلو جدا، شكله جميل قوي، وبصوا متناسق كده. نيجي بقى ايه نركب الجزء بتاع النسكافيه، نخلع دي ونركب دي. ده كده اللي بقى معانا كمان مضرب نسكافيه ومضرب بيض وهاند بلندر، ونشوف بقيه الاجزاء تاني لسه مع بعض. ادي كده ده مضرب النسكافيه، وادي كمان معاه الدورق اهو. ما شاء الله اللهم بارك، فعلا حاجه قيمه جدا وشيك وحلو قوي. بصوا كده. نيجي بقى ايه للكتكوته الحلوه دي. بصوا بصوا جميله قوي، ايه رايكم؟ بصوا دي بقى ايه ميني كبه، زي ما بنقول الكبه الصغيره كده. لو هتعملي مثلا بصله صغيره، حبه توم، حبه ملوخيه صغيرين، اي حاجه عندك كبه كده صغيره هتستخدميها. بصوا دي طبعا هتركب هنا. دي كده، وطبعا هنخلع دي. بسم الله الرحمن الرحيم. ودي كده الجزء ده اللي هنركب دوت هنا ونستخدم. عملت ها. نيجي بقى لايه للجزء دوت الكبه الصغيره دي. بصوا ايه رايكم؟ بصوا الكبه دي بقى مميزاتها ان هي ايه بتستخدميها في في حاجات صغيره، يعني حبه توم صغيرين، بصلايه صغيره، شويه ملوخيه صغيره او شويه خضره، يعني اي حاجه هتعمليها حبه صغيرين كده، ما تستخدميش الكبه الكبيره، هتستخدمي الكبه دي. دي بقى استخداماتها كده. بصوا هنركبها كده اهو. ما شاء الله اللهم بارك، بجد يعني جهاز فيه كل المواصفات واحجامه كويسه جدا ومناسبه. وكمان موضوع المضرب النسكافيه ده او كابتشينو دوت فعلا جميل جدا. وادي الدرق بتاعها، يعني ما شاء الله كل حاجه متوفره فيه. بصوا ايه رايكم بقى؟ قولوا بقى رايكم في الكومنتات، واللي جابوا كده يعني لو حد جربه قولوا لي رايكم. لو حد جربه قولوا لي يعني كويس ولا ايه. انا بصراحه جبت الماركه دي قبل كده والحمد لله يعني كويسه، والناس كتير شكرت لي فيه، فقلت بقى اجربه في الجهاز دوت. ايه رايكم؟ ما تنسوش بقى اللايك والكومنت الحلو منكم، وتقولوا لي كده يعني ايه رايكم كده في الحاجه دي حلوه وايه يعني ايه تعليقاتكم كده عليها. تمام. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش بقى اللايك والكومنت الحلو، وتقولوا لي بتتابعوني منين. واهلا وسهلا بالناس اللي نوروني وشرفوني جداد، ويا رب يكون عند حسن ظنكم. ما تنسوش بقى دعوة حلوة كده لأهل فلسطين وغزة، ربنا ينصرهم نصرا عزيزا، نصرا يتعجب له أهل السماوات والأرض. طبعا الدعوة دي ما ننساهاش، بندعيها كل ما نكون مع بعض ونذكر بعض بيها، علشان إن شاء الله ربنا يكرمهم وينصرهم بإذن الله. دعوة 40 غريب ربنا بيستجاب إن شاء الله.
الأقدار ربنا بيقول إن الدعاء بيغير الأقدار. ربنا يا رب يجعلنا سبب إن هم ربنا ينصرهم بإذن الله بسبب دعواتنا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.